سلام، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. يسعد لي أوقاتكن من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. اليوم الفيديو فيه تفريزات، وكمان فيه حدث مهم جدا، واللي هو إنه بنتي لأول مرة بتنام بالروضة لحالها مع رفقاتها وأنساتها. بنتي هاي السنة آخر سنة إلها بالروضة، فلحتى يعملوا لهم ذكرى حلوة للأطفال بذاكرتهم عملوا هيدا النشاط، طبعا بعد موافقة الأهل، إنه إذا بتسمحوا للأولاد إنهم يناموا بالروضة وبيكون معاهم المشرفات والآنسات هن تحت حماية ورعاية فائقة. فطلبوا منا إذا بدنا نبعت أطفالنا على المبيت بالروضة عدة أشياء، ومن ضمنهم فرشة بتنطوى أو فرشة نفخ، ونجيب لهم معجون أسنان، صابون، كفر للفرشة. هون كانت بنتي عم تجرب الصابون يلي مثل الورقة بيدوب دغري أثناء التغسيل، في منه بيجي كذا طبقة. وكمان طلبوا مننا إنه نجيب لباس مطري في حال إنه نزل مطر، لأنه جو ألمانيا ما حدا بيحذر عليه حتى بالصيف. وطلبوا منا كمان إنه نجيب ملابس داخلية، لأنه بعض الأطفال ممكن تبلل حالها أثناء النوم. وكمان طلبوا أشياء كتير. طلبوا كمان بيجامات وملابس خارجية، لأن كانوا حاطين بهدف خطة المبيت إنهم ياخدوهم قبل المبيت مشوار ضمن المكان. هون كمان كنت عم أحط اسم بنتي، عم بطبع لها إياه، لأن قالوا لنا لازم نكتب ونطبع أسامي أطفالنا على جميع أغراضهم منشان ما يصير خربطة. وبنتي كانت كتير كتير متحمسة للروحة وتنام بالروضة مع رفقاتها وأنساتها، وكانت هون عم تحاول تسكر الشنطاية. بصراحة أخدت لها كتير أغراض، يعني ما صعب شنطاية سفر وحدة، وخصوصي إنه كمان كنت ضابطت لها أغراض للمنامة. فأغراض التياب وأغراض الأشياء الخاصة ضبيت لها إياهم بقلب شنطة السفر هاي. وجبت لها كمان آيلين كمان إنه نجيب بوت مطري، ونجيب لهم حقيبة زهر لحتى نحط لهم فيها كمان أشياء، لأن ممكن ياخدوهم مشوار وممكن يعملوا رحلة استكشافية قبل مبيتهم بالروضة. فهون كانت عم تشتغل بنتي وتساعدني وتضب، ومتحمسة وطاير عقلها من الفرح، وكانت عم تضب دبدوب لإلها، لأن هن كانوا قايلين إذا أولادكم بيحبوا ألعاب جيبوا لهم كم لعبة بيحبوهم. وهون بنتي كانت عم تأرجيكم الميداليات يلي سوتهم وصنعتهم على إيدها، وركبتهم على سحاب حقيبة الزهر تبعيتها كمان. وهون كانت بنتي عم تأرجيكم طبعة لولو كاتي. أنا لما جبت لها السطمبة ما بعرف شو اسمها، إذا إلى أسماء تانية يعني بالبلدان العربية التانية، بس هي شغلة هيك إنه فيها حبر وإلى ختم، يعني مثل إنه بتبين شكلها تمام، يلي تبعت عليها اسمها لبنتي. كانوا جايبين معاها هي طبعة اللولوكاتي، فطبعتها بنتي ولزقت لزق كامل ومتين على الشنطاية، وضبيت لها لانش بوكس كمان. هي الشنطاية السفر فيها بيجاماتها والتياب اللي ضبيناهم معاكم، ضفت لها كمان بشكير او فيها ستيكر. وهيدي فيها شو كنا حاطين فيها لهي دبدوب، لانش بوكس ودبدوب مصاري هيك النبي نسيت. وهون مخدة وكفر الفرشة لهيدي كفر انه بنلبسها اياه، وحرام تتغطى فيه. وهيدي الطاقية رح تاخدها معاها.
ورح يكون المبيت بروضتها. المبيت يعني اللي هو نفسه الأوبناختون. هلأ بقى بدنا ناخد الأغراض نحطهم بالروضة، وقايليننا بالروضة انه نحن بدنا نفرش هيدون الفرشة، ونرتب كفر الفرشة عليها مع المخدة والحرام كلهم نظبط لهم اياهم واغراضهم. فلنشوف كيف بده يصير الموضوع معنا. أنا هيك أنا هفلحاني بشنطاية السفر رايحان تاتا فاطمة. يلا ان شاء الله قريبا بنروح لعندها. يلا امشي لقدام، امشي لقدام. يلا امشي لقدام. وبعدين اجا زوجي لحتى يساعدنا ونضب هالغراض كلهم لناخدهم على الروضة، لان حملانهم مو بالامر السهل، مع انه الروضة مو كتير بعيدة يعني عن البيت. هو مثل ما شفتوا اول ما فتحت الطبونة لقيت زوجي جايب ربطات خبز وجانرلك. يمكن الجانرلك عند اهل الجزائر بيسموه البرقوق، بس عن جد كتير كتير طيب. وبعدين انطلقنا واخيرا على الروضة، وكان قلبي هيك عاصص انه بنتي رح تنام لأول مرة لحالها بالروضة، مع انه هي كذا مرة نايمة عن بيت جدة، يعني ما انه شي جديد علي. بدك تعملي لي غاز شوبسن؟ Ja, habe ich. Wieso? Ich weiß nicht, ob Britta noch was sagt. Warte, lass erst mal Britta noch kommen. Ich weiß nicht, ob sie noch... Ja, jetzt geht's los hier. Viel Spaß, Britta. Viel Spaß. So, Luis. So, Luis, Attacke, schmeiß deine... Ja, jetzt das fällt mir ja das ganz schön aus. Oha, beide auf einmal, komm. Ja! Wer ist dran? وبعد ما حطينا بنتي بالروضة عملت لنا بنتي مثل باقي رفقاتها هي الطقوس يلي عندهم اياها دائما بالروضة، اللي اسمها بالألماني غاوس شوبسن، واللي معناتها بالعربي انه الدفش او الدفع. الأطفال بيدفعوا أو بيدفشوا أهاليهم أثناء ما يودعوهم، بعدين بيحضنوا البابا والماما وبيبوسوهم، إنه بمعنى إنه ماما وبابا أنا ما تخافوا علي، أنا مبسوط أصلا، أنا عم بدفشكن لأني أنا مبسوط، أنا بحب الروضة. فمثل ما قلت لكم هذا المبيت عملوه بالروضة بس كرمال توديعة الطلاب يلي هن آخر سنة إلهم بالروضة. هون كنت عم بعمل تفريزات للثوم، انا هيك بفرز الثوم، ما بعمل له شي ولا بضيف له اي شي، بس بقشر الثوم وبهرسه وبحطه بكيس المونة وبرقه بهذا الشكل، وشوفوا كيف ما احلاهم الثومات بيطلعوا. فقدرت فرز بوقتها كانت بنتي بالروضة نايمة، طبعا بنتي نامت ليلة وحدة، واجيت هون بقى لحتى اقطف ورق العنب لانحله وصار لازمه تقطيف واعمل منه المونة.
مثل ما شفتوا بالأول كنت عم أرجيكم النافورة، أتاريها طلعت بتشتغل كمان بالنهار بس إذا كان ضوء شمس قوي ومسلط عليها. طبعا بنتي رجعنا أخدناها من الروضة على الساعة 9 الصبح، أنا وأبوها وأخوها، وكل أهالي الطلاب أخدوا أطفالهم على الساعة 9 الصبح، وخلص المبيت وصار عندها أحلى ذكرى بذاكرتها لهذا اليوم، يوم آخر توديعات أيامها بالروضة. وقرب كتير موعد تخرجها من الروضة، وفي لون حفلة وعم حضر لها كمان لهي الحفلة. هو بصراحة قرب يخلص العام الدراسي، وهي النحولة كانت حابة تتصور على الكاميرا. قرب يخلص العام الدراسي وهي آخر سنة إلهم بالروضة، وبلشوا يروحوا على المدرسة. يعني أنسات الروضة هن صاروا يبعتوا الطلاب يلي آخر سنة إلهم بالروضة يبعتوهم على المدرسة، طبعا مع اتفاق مع مشرفين وأنسات المدرسة. وفي شي هون بألمانيا اسمه الإلترن آبند، يعني الأهل بيجتمعوا مع الأساتذة وأنسات المدارس بكل سنة دراسية ليخبرونا كل شي تطورات شو لازم نعمل لأطفالنا، فعم يحضرونا ويحضروا الأولاد لهذا الموضوع. ومثل ما نكون شايفين قطفت وأخيرا ورق العنب، وبصراحة يوم اللي قطفته شفت الفصول الأربعة، ساعة صيف، ساعة شمس، ساعة خريف، ساعة ربيع. وبصراحة كتير انبسطت اني قطفت ورق العنب بعد مطرة قوية. يعني وقت اللي اجيت لقطفهم وكنتوا عم تشوفوا الدنيا شمس، كان قبل بربع ساعة الدنيا كابسة مطر ومغيمة وماني شايفة شي. عن جد هيك الجو بألمانيا جدا مجنون. فانبسطت اني قطفت ورق العنب بعد ما انغسل منيح بمية المطر، فما احتجت اني اغسله وقت التفريز. انا بصراحة بفرز الورق العنب على طريقة الماما، الله يحفظ لي اياها. بتقلي ماما انه بعد ما تجمعي الورق الكبير مع بعض، الوسط مع بعض، الصغير مع بعض، اكبسيهم بمي محلولة بملح صخري. وأوقات بحسها يعني طريقة كتير بتعذب وبتهلك، يعني خصوصي ما بدي فرز كميات كبيرة. ما شاء الله اللي قطفتهم طلعوا تقريبا كيلو، كيلو إلا كام جرام. فبحسهم انه بياخدوا وقت، انه ورقة ورقة بدي فرزهم. فقالت لي رفيقتي انه ليش هيك تفرزيهم، لا في طريقة اسهل، فينك انه دغري من التقطيف تحطيهم بكيس المونة وعلى الفريزر. فانا يعني قلقت انه معقول انه تخرب التقطيفة كلها اذا فعلا ما كانت ظابطة طريقة رفيقتي. فقلت رح جرب بكم ورقة فرزهم على طريقة رفيقتي، والباقي فرزهم كالطريقة المعتادة اللي هي على طريقة ماما، الله يحفظ لي اياها. شوفوا هون كيف تغير لون الورق. وهون كنت عم أرجيكم ورق العنب بعد ما كبسته بالمي المحلولة بالملح الصخري 24 ساعة كاملة، تغير لونه من اللون الأخضر الغامق للأخضر الفاتح. هاي طريقة ماما، الله يحفظ لي إياها. جربوها لأنه أنا مجربتها وظابطة 100 ومضمونة 100%. طريقة رفيقتي اللي أول مرة رح جربها وجربتها، بس إسا ما جربتها بشكل كامل لأثناء الطبخ. شوفوا طريقة تفريز رفيقتي، الورق كتير أخضر غامق، طريقة ماما أخضر فاتح. فعلا نشوف على الطبخ بيبين معنا. أنا بصراحة كان هي التقطيفة كان عبالي إنه أطبخها دغري من دون تفريز، بس صار عندي كذا شغلة ورا بعضها، منهم مبيت بنتي بالروضة وتحضيرات تخرجها من الروضة، في أشياء كتير يعني عم تتحضر. وإضافة ابني هي له فترة ما عم بينيمني بالليل، ما بعرف شو عم بيصير معه، عم بتعذب يعني بصراحة كتير، الله يحميهم ويحفظهم يا رب. فقلت خلص يعني ما قدرانة لفهم هالمرة، رح لفهم
المرة الجاية يكونوا تقطيفة دغري على اللف، مو يعني مع تفريز. والله ولهون بيكون خلص الفيديو اليوم، بشوفكم على خير بالفيديوهات اللي جاية، وسلام.